النهارده هنعمل بسكوت الدايب. اللي عايزه اقول لكم يا جماعه، انتوا بتاكلوه هتحسوا نفسكم انكم بتاكلوا كده حاجه هشه وخفيفه جدا وبتدوب دوب في البق. بجد حاجه تحفه من الاخر يعني. هتعمليها وتوفري في بيتك، وممكن كمان تحطي منها للاولاد في اللانش بوكس. تنفع قوي قوي في الفطار. بجد الفيديو النهارده ممتع وهيعجبكم جدا. يلا نبدا ونشوف هنعمل ايه. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد ووصفه جديده. لو انت اول مره بتشوفينا ما تنسيش تشتركي فيها وتفعلي علامه الجرس وتعملي لايك كتير للفيديو. بصوا بقى يا جماعه، انا هستعمل النهارده كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، وهستعمل كمان 4 بيضات، وهستعمل 3 كوبايات زبدة، وهستعمل كوبايتين سكر. السكر حسب الرغبة هنا، لانك انت لو بتحبي الحاجة مسكرة بتزودي سكر، لو بتحبيها مظبوطة يبقى هتحطي كوبايتين زي انا. هاخد الزبدة مع السكر واضربهم في العجان بتاعي بالشكل ده. ممكن تضربيهم برضو في الخلاط، وممكن بالمضرب اليدوي عادي. وبعد كده بقى، بعد ما ضربت الزبدة نزلت بالسكر البودر. معلش هو الفيديو كده في حتة كده متلخبطة في المونتاج، معلش انا اسفة. بعد كده ما ضربت السكر مع الزبدة بالشكل ده اهو، ضربته لغاية ما تحول معايا كريمة ناعمة، يعني الخليط بقى ناعم زي الكريمة. بنزل هنا عندي 4 بيضات، حط عليهم رشتين فانيليا سايلة. بنزل بيضة بيضة، وبضرب واحدة واحدة، يعني فاهميني بالشكل ده. بفضل مستمرة بالضرب طبعا. لو عندك مضرب يدوي ما عندكيش العجان، بتفضلي مشغلة ما بتفصلهوش غير لغاية ما تحسي انه البيض اختفى. تمام. هنا بقى بنزل بالدقيق بتاعي اللي هو كيلو دقيق. انا هنا يا جماعة استعملت الخليط دوت لكيلو دقيق. كل ما تضعفي في الكمية بتضعفيها من كل حاجة، يعني بتزودي دقيق بتزودي زبدة وبيض وسكر، بتنقصي دقيق بتنقصي زيت، وبتنقصي زبدة وبيض وسكر. هنا الخليط عايزه اقول لكم انه كان مظبوط بالملي يا جماعه، ولا حاجه زايده ولا حاجه ناقصه فيه. يلا بقى نبدا ونشوف هنشكل ازاي. انا جبت عندي القرطاس ده قرطاس حلواني، بتجيبيه من عند اي مخبز حلويات او اي حد بيبيع ادوات منزليه يعني. وبتجيب القمع الصغير ده بالواحد ب5 جنيه، مش بيبقى غالي يعني. دي بتبتدي بقى تشكلي بيه، بيكون طريقته سهله وبسيطه خالص. طبعا احنا عشان العجينه ظابطينها من الاول والمقادير مظبوطه بالملي، العجينه طالعه معايا سلسه كده في القمع، وما بتتلزقش او ما بتعذبنيش يعني. هنا حطيت رسمة تاني، واللي هي رسمة الرسمة دي بيقولوا عليها رسمة مشط، وفي ناس بتقول عليها رسمة المسطرة. تمام. بس احنا بنقول عليها رسمة المشط يعني. وبعد كده بقى بشكل بالشكل دوت لغاية ما بخلص معايا الكمية اهو. البسكوت ده يا جماعه اللي بيتباع في الافران وفي المخابز، عايزه اقول لكم انك انت لما بتجيبيه من بره ما بيبقاش ليه طعم ولا ريحه، واكيد كلنا جربنا بتاع الافران يعني. النهارده انا بعملهولك طعم وريحه بجد جنان. جربيه ان شاء الله هيعجبك. بس حاولي معلش تستعملي زبده وما تستعمليش سمنه، علشان يطلع معاكي باللون ده، ويطلع معاكي كمان الرسمه زي ما هي، لان السمنه بيكون مقدارها مش عارفينه لو هي سايحه او جامده. بصوا يا جماعه، بصوا البسكوت عامل ازاي، مش مستحمل، لونه تحفة. عايزة اقول لكم ان طعمه حلو جدا. طريقته سهلة وبسيطة. 4 بيضات، عليهم كوبايتين زبدة، عليهم كيلو دقيق، عليهم كوبايتين سكر، يعني رشة فانيليا، وخلاص كده الخلطة خلصت معانا. بجيب هنا اي علبة عندي او بلاستيكاية، وبحط فيها كيس تلاجة مفروض، وبرص البسكوت بتاعي بالشكل ده. عايزاكي بجد تجربيه ان شاء الله هيعجبك جدا جدا، وهترجعي للفيديو وتحطي لي لايك لو ما حطيتيش في الاول لغايه ما تجربيه. انا خلاص دلوقتي بقفل العلبه اهي، وبقفلها بستريتش رول لاني بحب احتفظ بريحه البسكوت. انا طبعا خليت حبه كده من بره للاكل. بس كده وكده اكون خلصت فيديو النهارده. ما تنسينيش في لايك وشير وسبسكرايب.